السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه كده سهله وبسيطه ومش هتاخد منك اي وقت. يلا بينا على طول. هاتيلي بتنجانيه وفلفلايه وطماطمايه، اظن مفيش حد ما عندوش الحاجات دي. هنروح على طول كده نجيب البتنجانيه ونقشرها. لو انتي اول مره تشوفيني، انا اسمي صفاء مرتضى. لو تحب ان انتي تشرفيني بالاشتراك او الاعجاب على حسب ما بتشوفيني منين، فدي حاجه تشرفني. واحب اقولك لو بتحب النبي يا ريت تصلي على النبي. هناخد البتنجانية معانا كده اهو بعد ما قشرناها وهنقطعها لمربعات. تمام. وكمان هنروح نجيب كام فلفلاية حلوين كده معانا، او فلفلاية واحدة على حسب، بس انا هحب ان انا اكتر الفلفل يعني. بصوا بقى، انا بقطعه بالطريقة دي، بحط الفلفل كله جوه بعض كده واروح مقطعاه. اصل انا بقى سحلفة في المطبخ يا بنات، دي حاجة انتوا ما تعرفوهاش، بطيئة جدا في المطبخ، فبدور على اسرع حاجة عشان اعملها. بصوا بقى، جبت كده طماطمايه او طماطمتين على حسب برضو كمية الاشخاص اللي هتاكل، وهتقطعيها كده اهو. طاسة وفيها زيت. هنجيب البتنجان اللي احنا قطعناه لمربعات. انا نسيت اقول لكم يا بنات ان انا رشيت عليه ملح. طبعا البتنجان بترش عليه ملح عشان ما يشربش الزيت، والمية بتاعته تنزل منه يعني. حطيته كده وحمرته كله على النار كده، وبعدين شلته في طبق كده على جنب. تمام. هنحط مكانه في نفس ذات الطاسة، مش هتعبكم ولا اقول لكم غيروا حاجة. في نفس ذات الطاسة هنحمر بقى ايه الفلفل الاخضر، وهننزل بكام فص توم، وهنروح نازلين عليهم بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات. تمام. هنقلب تقليبة خفيفة كده لحد ما كل المكونات كده تدخل جوه بعضها، وهنجيب اي توابل عندك هتحطيها. مش شرط بقى حاجة معينة، فلفل، كمون، كزبرة، بهارات، 7 بهارات، بهارات فراخ، بهارات لحمة، اللي انت عايزاه. وبعدين هشيلهم كده اهو، وفي نفس ذات الزيت، هو نفس الزيت اللي بدأنا فيه من الاول. هنحط معلقة من الدقيق، هنقلبها كده اهو كويس خالص، وهننزل عليها بكوباية من المية. تمام. او نص كوباية على حسب بقى الخليط هيتقل معاكي ازاي. زي ما قلت لكم ان الدقيق بيختلف عن بعضه. هننزل بكوباية من المية او من اللبن، لو تحب ان انت التركيز بتاعها يبقى عالي فهنعمل ايه، هنحط لبن. هننزل برشة ملح، وبعدين هنطلع بالمكونات دي كلها على جنب كده، هنشيلها. هنشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب صينية وهنحط فيها المكونات بتاعتنا، البتنجان على الطماطم على الفلفل كله على بعضه، وهنقلبهم كده اهو، وهنغطي الوش بتاعها بجبنة موتزاريلا. تمام. نسيت اخد شوية عشان اعملها بالبشاميل اللي احنا عملناها. هشيل شوية كده من الصينية، هحطها في طاجن كده صغنن عشان اعملها كمان معاكم بالبشاميل. تقدري تعمليها ببشاميل او من غير بشاميل، تقدري تستغني عن خطوة الدقيق اللي احنا عملناها في الاخر، وتحطي على الوش جبنة موتزاريلا بس زي الصينية الكبيرة اللي انا عاملاها. الصينية الكبيرة حط عليها جبنة موتزاريلا بس، والتانية بشاميل وموتزاريلا. هتدخليها الفرن على درجة حرارة عالية لحد ما الجبنة بتاعتها تسيح. وبس كده، جربوها وقولي ايه رأيكم. يلا بقى، باي باي.